نهل قنديل حياة رب. منوراني. الله يخليك. انا مبسوط قوي ان انا قاعد معاكي. ثانك يو، ربنا يخليك. you're most welcome. ويمكن مبسوط اكتر ان انا سمعت ان دي اول مره تطلعي على الاضواء. انا ماليش خالص، انا حاليا من جوه برتعش، بس عشان نبقى واضحين. بتهزري والله بتهزري. لا انت ماليش خالص. انا I'm trying to overcome my fears. اوكي. I love مم. that. I love that. لان انا بخاف قوي من الكلام قدام الناس. قدام الناس. اه. طب كويس، مم. يعني ال 100,000 هيتفرجوا علينا. احنا ما لا، وصلناش لسه 100,000. ما وصلتوش فيا لسه جماعه 100,000. سبسكرايب عشان نوصل بسرعه. اوصل ل 100,000 بليز. بس ان شاء الله نوصل لناس ويستفادوا من اه، من الخبره اللي عندك والعلم اللي عندك. هو ده اللي بحاول اعمله، يعني بحاول overcome my fear عشان اقدر اعمل حاجات اسيبها لناس تستفيد بيها. تحفه بس تحفه. يعني ده الهدف، يعني ان شاء الله. هدف جميل. الحمد وانا هخش على طول في الحته اللي انت متخصصه فيها وحته لله. عندك خبره فيها كتير. هبتدي بالعلاقات. مم. وعايز الاول نتكلم على علاقات بين بين البارتنرز الشركاء في الحياه. فعلاقاتهم ازاي بتبقى مع بعض وازاي بتاثر على اللي حواليهم. علاقات البارتنرز علاقات معقده جدا. دايما نقول ان هو شريك حياه، فهي شراكه. كل واحد فينا بيكتب العقد. هي المشكله بتكون ان هما لما بيخشوا الجوازه دي وهما مش كاتبين العقد. لان فكره ان احنا نتجوز نحس بالباترفلايز وحبينا وقعنا في الحب، الله جميل، الله هي جميله، اهلها طيبين، اهله طيبين، يلا هوبا نتجوز. طب يعني ايه جواز؟ يعني ايه الفاليوز بتاعتنا؟ عايزين ايه؟ هنربي ولادنا ازاي؟ هنشتغل في ايه؟ هنصرف ازاي؟ هنعيش بأنه شكل من الاشكال؟ دي حاجات هما ما اتفقوش عليها، وعشان كده تيجي اول سنه ويبتدوا يتخانقوا. طب ما هو انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل كده، ما اتخانقتوش، ما اتفقتوش على الكلام ده قبل كده ليه؟ ما اتفقتوش على مين دوره ايه في العلاقه دي. فالشراكه دي او الشركه دي عامله زي الاتنين قرروا يفتحوا شركه ويبيعوا فيها حاجه او يعملوا بيها يصنعوا حاجه، وما اتفقوش لا ايه مين شغلته، ايه مين دوره، ايه هنوزع الارباح ازاي، مين اللي هيتحكم في الارباح، مين. ده كل ده ما اتكلمناش فيه. فبالتالي سنه ولا سنتين والشركه هتقفل. لكن لما نتكلم ونبقى عارفين احنا رايحين فين هنلاقي فرق اكتر. وبتبقى المشكله بعد كده كمان ان نفس الشركه دي بتخلف. نفس الشركه دي وعندها اولاد. دايما بيقول ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه، ان هم يخلصوا جامعه يتجوزوا يخلفوا، طخ طخ طخ. وبعدين نتكلم بقى على معدلات الطلاق ومعدلات المشاكل عند الاطفال. ما هي نتيجه ان بابا وماما، بابا وماما، بابا وماما مش كويسين. بابا وماما. بابا وماما مش كويسين. الطريقة اللي البني آدم فيها بيت بيتعامل أو بيتصرف في حياته مربوطة كتير قوي بحاجات يمكن من بعد من سن كام شهر. من حاجات بسيطة جدا، أخطاء بسيطة جدا ممكن الأهالي تقع فيها من غير ما احنا مش بنتكلم هنا على حد أم وأب مش كويسين. احنا بنتكلم على أم وأب بيحاولوا، عشان دايما بيقولوا أم وأب بيحاولوا، مفيش صح وغلط. فبيحاولوا، بس هي عصبية شوية، هو مضايقها فبتطلع غلها في العيال. طلع غلاف في العيال. طبعا طبعا. هي هتروح فين؟ ما هي اهو هيراركي حضرتك، الموظف اللي تحت يستحمل المدير اللي فوق. فهو هيراركي، هتغلس عليا هغلس على اللي تحتي. الوعي بقى هنا ان انا العلاقه اللي مع الراجل ده والعلاقه اللي مع الست دي ملهاش دعوه بازاي نتعامل مع دول ولادي. انا هنا ام مش زوجه، ملهمش دعوه خالص بالزوجه بتمر بايه. وعلشان برضو يمكن اكتر كلمه متعارف عليها دلوقتي وبقت من الحاجات الهايب جدا، فكره الاتاتشمنت، وازاي الناس بتكون النوع ده من الاتاتشمنت. اللي هو الارتباط. الارتباط. اوكي. الارتباط ده بيشيب الحياه كلها. فلو قلنا ان في واحده باباها ما بيديهاش اهتمام او بيزعق فيها او بيعاملها على انها اقل. فكره لسه احنا لسه في يعني بيوت كتير من بيوتنا فكره ان البنت اقل من الولد، فبيعملها بالطريقه دي. تطلع البنت دي تكبر شويه
هي ناقصها حنان، ما عندهاش النوع ده من الارتباط، تدور على الارتباط ده. يجي واحد يبني 60 في 70، ابن لذينه يخش، هي تسلمه اكنه ابوها، هي تاخد منه اللي هي تتمنى انها كانت تاخده من ابوها، لكن هي ما خدتوش. اللي هو ايه بقى؟ الاهتمام. الاهتمام، الحب، التفاهم، انك تسمعني، انك تحسسي انك سند، انك تحسسي اني استحق الحب، ان انا استحق. فكرة ان انا استحق اني اتحب، استحق اني اتسمع، استحق اني اختار، عملية الاستحقاق. فبنشوف بقى طريقتين، بنشوف ناس بتربي باستحقاق مرعب، فهو مجرد ان هو موجود فهو يستحق، لا خالص. وده بنشوفه حتى، تسمع بتوع الاتش ار دلوقتي يقول لك العيال الصغيره اللي طالعه جديد داخله فاكره نفسها مدير عام. هو شايف اتربى ان هو مادام هو موجود فهو يستاهل وات ايفر، فهو يخش هو هيضيف لهم يعني، وهو لسه متخرج امبارح بس هو هيضيف ازاي ما اعرفش. وفي بقى الناحيه التانيه، ما ده مش كويس، والناحيه التانيه برضه مش كويس، ان انا ولا حاجه، ما استاهلش اي شيء، بس ايه؟ ما استاهلش اي شيء، ما استاهلش اي شيء. ماليش لازمه. مم. انا عمري ما حسيت باهميه دي، كلمات الواحد في شغله بيسمعها كتير جدا. فتيجي تدور هو ليه حس بكده، مين اول شخص كان المفروض يديني اهتمام؟ اهلي. اهلي. طب انت قلتي نقطة حلوة قوي، ان ممكن الشخص ده اللي هو كان عنده حاجة في الارتباط، هو انت مثلا قلتي واحدة ترتبط بواحد مش كويس. طب هي دلوقتي كان عندها الاول ارتباط بينها وبين اهلها ما كانش كويس، مم. فال... فعشان هو ما كانش كويس فهي هتروح تدور على حد مش كويس. بتعيد السيناريو، احنا بنعيد كل سيناريوهات حياتنا. طب هي لو هتعيد السيناريو ازاي؟ هتعيد السيناريو وهي اصلا بتدور على اهتمام يعني، وهي ما كانتش بتاخد اهتمام. ما انا ما اعرفوش بقى غير كده. احنا ليها حاجه اسمها سكيما في اول 14 او 16 سنه من حياتنا. 16 سنة. احنا بيتكون عندنا زي مخزون ارشيف تلفزيون، فكروا فيها كده، ارشيف تلفزيون محطوط في راسنا بالحاجات اللي احنا عدينا بيها. فانا اعرف علاقه الراجل بيا كده، اللي هي علاقتي بابويا، ما دي اول علاقه انا بعملها، او العلاقه اللي بشوفها ما بين امي وابويا، فدي مفهوم الجواز. طب مفهوم الامومه، مفهوم العطاء، بجيبه منين؟ انا ما احنا عندنا بس من اللي عندي في البيت. صح، ما احنا عندنا الفارت بتاعت الجيناتكس، واحنا عندنا وده ديبيت موجود في السايكولوجي طول الوقت ما بين النيتشر والنيرتشر، يعني احنا جيناتنا وجسمنا وتكويننا والبيئة اللي احنا فيها. بس البيئة هي بتعلمك كده، انت بترسبوند بطريقة مختلفة صح. نتيجة انت عامل ازاي، بس انت بتشوف الاهتمام لأول مرة. مم. اول حد، وللاسف بقول ان الام غلبانه، ان اللود بتاع مشاكل البني ادمين عليها قوي جدا. ازاي؟ الام اول اتاتش، اول اتاتش للطفل، هو حاليا بيقولك ان هو بياتاتش ان هو بطنها. فالام دي الامان، هو المفروض لما بيخرج يسمع دقات قلبها يهدى، لان ده اللي كان بيسمعه. المفروض لما يشم ريحتها، لان ده اللي كان بيشمه. فهي الام، فنلاقي ام بتاخد الطفل ترضعه بالعافيه، او برضه البارت الجديده انا لا انا ما برضعش، دي برضه حاجه يعني حاجه في الكالتشر الجديده. فنبتدي تسيبي بيتعاملوا بقى، ودي يعني تكنولوجيا فيرسز جدتي. جدتي تقولك رضعي الولد واديله وقت ما يحب ياكل. جديد بقى يقولك ايه، سكين تو سكين، والام تحط طب ما هي لما هترضعه يا جماعه هيبقى سكين تو سكين، جابوك ترضعه وهنلاقي ده. طب هو هيحس بايه؟ يحس بالامان، وده اول امان البني ادم بيبقى عايزه. طب لو مامي ما ادتنيش الامان ده، يبتدي يبقى عندي اضطراب بقى في الاتاتشمنت، وابتدي هيحصل بقى سيريز من حاجات تانية، يعني ابتدي ابقى عايزها ومش عايز. يعني بتشوف اطفال تخش تعيط وهي داخله الحضانه، وتعيط وهي مرجعينها لمامي. هو مش عارف، مش عارف اذا كان عايزها ولا مش عايزها، مش عارف، ملخبط، اكشس، مش عارف. طب السكيور، خش عادي جدا باي مامي، ويخش عادي جدا ويخرج عادي جدا مبسوط، عملت ايه يا حبيبي؟ ما انا متاكد انها موجوده.
ده الام. وعشان كده الام من الناس اللي لازم تكون بتفكر كويس قوي قبل ما تجيب اطفال. المسؤوليه دي كبيره قوي. الام مدرسة فعلا. طب لو في عيل بيعيط وهو رايح الحضانة بس مش وهو راجع، معناها ايه؟ هيبقى لسه عنده avoidance لاي مواقف جديده، هيبقى لسه قلقان من ان هو يسيبها، اوكي. لكن مش هيبقى بنفس الانزايتي اللي موجوده عند اللي بيعيط وهو رايح وهو راجع هو اي تغيير مش عايزه. اي تغيير مش عايزه. انا يعني انا اصل انا مش عارف اللي هيحصل نكست. ده على فكره لما بيكبروا شويه اللي هو انا مش عارف ماما امتى هتزعق. الاطفال تعشق الروتين، تعشق الروتين، انه يبقى عارف انت امتى هتزعقي وامتى هتاخدي في حضنك وامتى هتبقي اوكي وامتى مش هتبقي اوكي، ايه اللي ممنوع وايه اللي مش ممنوع. لو هو ثابت اوكي يزعق. حتى لو هزعق في نفس الوقت. انا مش هزعق لانه ثابت. انا امي ربتني كان عندها كونسبت ان السينما ما فيش ما فيش حاجه انت ما بتروحي ما مخكش تيجي. ف لما اصحابي ابتدوا يروحوا السينما انا ما كنتش اصلا بقول لها، يعني انا مش بطلب اصلا، لان الكونسبت ده مش موجود، لا يتغير، ده حاجه ما تتغيرش. يبقى خلاص ما بنباتش بره، انا بنتي ما بتباتش بره البيت، ما تتغيرش، ده كونسبت ما بيتغيرش. فالطفل شخصيا ما بيسألوش، ما بيسألوش. لا ما بيسألوش لأنه عارف إن الإجابة لا. بيسألوا ليه؟ هو اتحط الحدود فخلاص. بالظبط. انا في الحتة دي هلعب هنا، هاكل هنا، هشرب هنا، هجري هنا. أهمية الحدود بقى في العلاقات، قد إيه الحدود دي بتدي للإنسان إحساس بالأمان. على فكرة ده حتى الأم والأب اللي ابتدينا بيهم اللي بيتجوزوا لو عارفين حدودهم مع بعض هيبقوا حاسين بأمان. تخيل أنت كده قاعد مع حد وما أنتش عارف هي هتقلب إنها، عارف أنت كمان بتقولي صباح الخير؟ ايوه بالظبط. انا معرف مش فاهمك مش فاهمتي. طب لو انا متاكد ان انا لو عملت 1 2 3 انت مبسوطه، انا هعمل 1 2 3 هيصبح 1 2 3 ده روتين في حياتي، انت مبسوطه وانا مبسوط وانا مرتاح، بس كده. بتعامل معاكي وانا مرتاح، مش بس بكلمك اقول الو واستنى اشوف صوتك، هيزعق، صح. هيقرف، هيعمل ايه. طب الامان ده بيخلي ايه؟ بيخلي فيه مساحه من السيفتي في العلاقه. فهي حتى لو هي زعلانه او هو متضايق بقى عندهم الامان الكافي انهم يقولوا لبعض انا على فكره متضايق النهارده، بصي انا مقرف مش عايزه اتكلم دلوقتي هبقى اكلمك بعدين. ما هي متاكده انه هيكلمها بعدين. صح. اوكي فهي مش قلقان، مش قلقان. وهو كمان متاكد انها هتفهم، فهو مش محتاج يمثل عليه، فبقت علاقه صحيه. فبدل ما متاكده ان امي في جميع الاحيان هتاخد بالها مني فمش قلقان. خلاص. لو انا مش متاكده ان بابايا على طول هيسبورتني whatever the support، لان الاب بيسبورت باكتر من شكل. طب لو انا مش متاكده من السبورت ده انا هبقى دايما قلقان. في كل مره بروح اطلب الطلب انا مش عارفه ايه. طب والطلبات مش بس بقى الطلبات اللي بيتقال عليها، لا الطلبات اللي بيتقال عليها انا عارف. فلو اروح اطلبها وانا عادي عايزه اجيب ايس كريم انا عارفه مش هيتقال لي ايه. هنا الامان، في احساس بالامان. احساس بالامان. طب انت اتكلمتي على احاسيس كتير قوي، ايه الاحاسيس دي اصلا؟ كلمه صعبه قوي، المشاعر. المشاعر. المشاعر و in touch with your emotions و your inner child و your inner voice. كمية psychology jargon بالظبط. كلام جعلص قوي. كبير قوي. هي حاجة بسيطة جدا. المشاعر دي process، اوكي. حالة بنمر بيها، حالة. الحالة دي بتبتدي من مثير، سواء المثير ده كان كويس أو مش كويس، اوكي. حاجة positive أو negative. حلو. والمشاعر دي بتشيب في بعض الأحيان تصرفاتنا وقراراتنا. هل المفروض إن ده اللي يكون؟ لا، لأن المشاعر لو عملت هي القرار فمبقاش فيه لوجيك، والإنسان المفروض إنه بيستعمل مشاعره واللوجيك بتاعه ويوصل لقرار considering الاتنين.
مش واحد بس يعني، ممكن لوجيك بس؟ طيب لا. ليه لا؟ لانك لو استخدمت اللوجيك بس فانت لغيت مشاعرك، لغيت متعتك، لغيت الحالة اللي انت عايز تمر بيها، فاصبح العمل بلا طعم. من كده بتاكل اكله ما فيهاش ملح حتى بنقول على المشاعر توابل، ايوه، تدي لها تدي طعم سبايسي كده، كده. سبايسز كده صح. بتحلي الدنيا طعم. آه. ففي مشاعر بتاعت السعادة، دي اوكي. حالة ان انا احس ابقى عندي الحالة بتاعت اني راضي عن نفسي، الحالة بتاعت اني مرتاح، الحالة بتاعت اني النفسية مرتاح. طب دي مشاعر لطيفة جدا في صح. في مشاعر تانية، مشاعر الغضب، مشاعر الإهانة، مشاعر الاستياء، مشاعر ال انا بحس دايما مشاعر الإهانة والغضب اكتر اتنين كمان صعبين قوي، صعبين الواحد صعبين يتحملهم يعني. قوي. هو الغضب انا دايما اقول عليه من المشاعر الضعيفة الشخصية، رغم ان الناس فاكرين ان هو حب كبير يعني. لا، لان الغضب دايما وراه حاجة، معاه حد، في حد بيقومه، هو عمره ما بيقوم لوحده، في حد بيقومه. في مشاعر تانية معاه هي اللي بتقومه، هي دي مشاعر قوية. الغضب ده ليه فوق، حتى بتوع السي بي تي نوع من انواع الثيرابي يقول لك انه عامل زي الايسبرج، الجبل الجليدي، هو ده التip بتاعته بس، لكن تحت في حاجات تانية. انا مثلا واحدة من الناس اكتر حاجة ممكن تخليني غضبانة اني اكون جعانة، هانجري. هانجري تكوني جعانة. ما اقدرش اكل وبعد كده نتكلم. تبقى تمام. اوكي. فان انا عارفه انا بتعصب لايه. طب في ناس مش عارفه اتعصب، ممكن ابقى تعبان، ممكن ابقى متضايقه، ممكن ابقى frustrated، ممكن ابقى حاسه بضغط، ممكن حاجات كتيره قوي ممكن تخليني تعب. بس في قصه هنا بحبها جدا. كان في مونك بوذي، فهم بيعيشوا في اماكن بيمديتيتوا طول الوقت وبيعيشوا اماكن فيها بيس قوي جدا. صح. فواحد راح للمونكس دي وقال له انا عندي مشكله مع الغضب، انا على طول غضبان، انا على طول متضايق. الراجل عمال يتكلم والمونك ساكت، وفي زي فاير حواليهم، شويه حطب او جمر بتاع، لانه الناس دي كمان بتبقى في حته قاسيه جدا العيشه فيها. فبيبتدي فالموت بص له كده قال له امسك البتاع دي بس هاتها كده، هات النار. الجمرة وهي مولعة. الكاميرا في زي حاجه فرقعت فطلعت بره البتاع، فبيقول له رجعها تاني، فبيبص له دي نار، قال له امسكها بس هاتها كده. فالراجل عملها كده وايد بكاميرا، ايه شفت الجمره دي؟ المشاعر اللي انت بتتكلم عنها دي عامله زي تمره، انت ماسكها في ايدك وعينك كده. في احتمالات كتيره قوي، في احتمال انها تخبط في اللي مضايقك، وهنا في احتمالين انها توجع او ما توجعش، وفي احتمال انها ما تخبطش فيه اصلا. بس في حاجه واحده اكيد، ان انت ايدك محروق، لان انت اللي مسكت على الراجل، لا اللي قدامك ماسك فيها ولا اثرت في حياته، وهو كمل حتى لو خبطته اخرها هيعمل كده. انت بقى ايدك اتحرقت كومبليتلي. وهي فكره هنا عمليه التخلص من المشاعر السلبيه. وبرجو من اكتر الحاجات الموجوده ان انا بطنش، بكبر دماغي، بعديها. مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه اتهان وعديها؟ يعني ازاي يعني؟ ده انه نوع من المشاعر اللي انا قفلت عليه، اللي انا بقى اتهنت وعديها ازاي؟ يعني ازاي؟ او اتضغطت وعديها. طب عديت ايه؟ ما هو اصل انت عديت ايه؟ انت اتضغطت اوريدي، فهو حصل، الدمج بتاعه موجود والشعور اتوجد والعلامه بتاعته محطوطه، انت ما عدتهاش، انت الوقت عدى، لكن هي لسه موجوده. المشكله اللي بتقابل بقى البني ادمين اللي بتعمل كده ان هم فجاه يبتدي يجي لهم انزايتي، زي توتر او حاجة، قلق وتوتر. قلق وتوتر عالي جدا، اكتئاب، لخبطه في الحياه، في منهم يلجأ الى الادمان. تسكين الادمان دي عمليه تسكين للالم. هنا بقى احنا بنتكلم على حاجه تانية خالص. فلما تبقى الكلام عباره عن
ان احنا بنتكلم فانت قلت وانا قلت، هنا الحديث لا ينتهي واتجاهه لا يمكن ينتهي على خير، لان هنا احنا واقفين قصاد بعض، كل واحد فينا بيدافع عن نفسه في موقف معين، هو ملوش دعوة خالص بسبب الخلاف. فانا لكن لو بطلت الحكايه دي وجيت قايله بدلها انا اتظلمت، على فكره انت ظلمتني، انت ازاي تقولي كده، ازاي تفتكر ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده، يبقى هنا انا اتكلمت عن مشاعري، وممكن الشخص اللي قدامي يبتدي يتكلم عن مشاعري، انت ازاي فكرتي فيها كده، او انا ما كانش قصدي اني اظلمك، او انا اسف، او لا انت ما اتظلمتيش. اوبا، مش ده هيجيب خلاف برضو؟ لا، ما هو ده، ما نتكلم في ليه انا ما ظلمتكيش، نتكلم في ليه احنا ما بيننا ما حصلش ظلم، مم. نتكلم في فين انا غلطت وانت غلطتي، ونتقبل بقى ساعتها. اول ما بتديني فاليديشن لشعوري، انا بطلع من فرن مولع نار لزيرو تلج، لان خلاص انا كده مشاعري اوكي، انا اوكي. لما يجي حد يقول ايه، كان عندي حد مره بتقول هو بيقول لها انت فيري هاي مينتننس، فقالت له انا متطلباتي كتير جدا. متطلباتي انا متطلباتي كتير. مم. هنا الحديث وقف خلاص. لكن لو هو قال انت متطلباتك كتير، وهي جت رد عليه قالت له مين اللي قال كده، انا زي بقيه الستات، دي بقت خناقه. لكن انا متطلباتي كتير، انا فعلا متطلباتي كتير، ايه اللي مضايقك فيها، بقينا نقدر نتكلم في الموضوع، مش كده؟ طبعا. اه من غير ما من تبقى غير ما حاسه من غير ما نطلع اه مخالبنا على بعض. بالظبط. الديفensiveness ده، وان بالظبط انا عايز اصد اللي بالظبط. قدامي وعلى فكره العلاقه دي مش بس ما بين الازواج، دي ما بين الاصدقاء، ما بين الاب والام، ما بين الاولاد والامهات، ما بين الاولاد والابهات، ما بين الاولاد وبعضهم. هو ده طريقة للتعبير عن المشاعر بدل ما تعبير الموقف. هو خد الدور بتاعي من البلاي ستيشن، ويقفشوا بعض 3 ساعات بيضربوا بعض عشان خد الدور بتاعه من البلاي ستيشن. هو اللي عايز يقوله ان هو انا فرصة، انا حقي مهضوم. This is not fair. صح. صح؟ انا حقي اتهضم، انا على فكرة ده كان حقي، هو خد حقي. It's not الموضوع مش على البلاي ستيشن. صح. اوكي؟ اكبر من كده بكتير. الموضوع اكبر من كده بكتير. وده دور الاهل بقى. ده دور الاهل. طب البني ادم بقى اللي مش بيتكلم على المشاعر وبيتكلم على المواقف وطول النهار بيهاتي في المواقف، الريزلت الاخيره هو انا حقي مش موجود، انا محدش شايفني، انا محدش بيسمعني، انا محدش فاهمني. كلها مشاعر سلبيه جدا بالظبط. جدا. طب مين اللي احتفظ بالمشاعر السلبيه دي في الاول؟ طب ما انت اللي احتفظت بيها، ما قلتهاش ليه؟ ما انا ما اتعلمتش. هنرجعك تاني بقى للسايكل بتاعك، اب وام، اطفال، نتعلم، نتكلم، نعبر عن ذاتنا، نقدر نكون في علاقات احسن. ودي حاجة ممكن الواحد يتعلمها طبعا، حتى لو ما كانش عنده في البيت اللي حتى هو لو ما اتربى كانش فيه. عنده ده، يبتدي الانسان يتقبل كمان مشاعره. عارف عندنا حكايه، انت يا راجل ما تعيطش. طبعا. ايه ده، انت اتضايقت، انت ازاي اتضايقت؟ يا جماعه عادي، بني ادم. انت ايه الهبل ده، بتعيطي على كل حاجه كده؟ دي موروثات اجتماعيه مرعبه بتتقال، كلام بنقوله عادي. صح. طيب هو ده عمل ايه؟ هي المره الجايه لما تتضايق مش هتعيط على فكره. انا عندي سؤال. امم اللي يقول لك لا انا ما حدش شافني وانا بعيط، ما او ده حتى ممكن تطلع من ايوه، بنت ده تقول، شيء، ده احساس بالخزي. يعني مش بس الرجاله، بقول لك كمان لا، ستات وحتى تقول الستات لا انا ما حدش شافني انا قبل كده وانا بعيط. كرامتي، انا لا يمكن حد يشوفني بعيط. طب دي حاجه كويسه ولا؟ لا طبعا، لان ده احساس بالخزي. ايه الغلط؟ العياط ده نوع من التفريغ للمشاعر، ماله؟ على فكره احنا بنعيط واحنا مبسوطين، وبنعيط واحنا زعلانين، صح. ده تفريغ للمشاعر. طب ماشي، انت ليه ما ينفعش حد تفرغي مشاعرك قصاده؟ لان المشاعر اصبحت شيء مربوط بالخزي. او ما يستاهلوش، ما حدش يستاهل. ما حدش يستاهل ان يشوفني وانا اكني انا ليا ذات عليا. استغفر الله. وانا ما ايه ينفعش ده؟ ما ينفعش اتشاف كده. انا انسانه، بتضايق وبعيط وبتضايق وبنبسط بس مش ده ضعف؟ لا، ده قوه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان رقيق القلب، دمعته قريبه منه، وهو كان في منتهى القوه. المسيح كان راجل بيقبل اي حاجه، تعاليمه كلها بتتكلم عن السماحه والحب. هل ده معناه انه كان راجل ضعيف؟
لا طبعا. كان راجل قوي جدا. مم. القوة انك تشوف الإهانة والخطأ والإذلال وكل حاجة، وانت أقوى من ان المشاعر دي تكون شيء انت بتتمسك بيه. انت بتتمسكش بيه، بس انت. دول بقى كانوا اشخاص ان تاتش مع مشاعرهم، هم عارفين مشاعرهم، ليهم رسالة. دول انبياء ليهم رسالة يحاولوا يوصلوها للناس. من الحاجات اللي احنا بننسى ان احنا نشوفها، ان احنا بننسى نشوف هم كانوا عايشين ازاي. بنركز في ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نعمل وكده، مش بنركز خالص نعيش حياتنا ازاي، نعمل ايه. طب ما هو كان بيعيط اهو، يبقى ده ضعف؟ مم. مم. ما المسيح كان بيدعي ربنا انه يغفر هو يتعذب علشان محدش يتعذب. مم. مم. هل ده ضعيف؟ لا طبعا. منتهى القوة ان انا اكون حاسس بالحاجة، وقادر اني اقول انا متضايق، انا زعلان، انا على فكرة انا نسيت اعمل ده. على فكرة انت لو فكرت فيها، احنا كده لغينا الكذب، لغينا الخداع، لغينا الإحساس بإن أنا محتاج ألف وأدور. مم. قد إيه الحياة ممكن تبقى سهلة لو إحنا التزمنا بشوية حاجات لصحتنا النفسية مفيدة وللمجتمع مفيدة. احنا نقول الحقيقة. بالظبط. حقيقة مشاعري بلا خزي، إني أبين ضعفي بلا خزي، مم. بلا خزي. بلا خز. مم. إن ضعفي ده حاجة، ده جزء من تكوين، مم. جزء من اللي حصل لي. ليه أخاف إني أقول؟ وليه تحفة. انت تحكم عليا لو انت سمعته؟ مم. يعني الاشخاص اللي بيكون عندهم اخطاء كبيره في حياتهم وبعد كده يبتدوا هم ياخدوا خطوات في حياتهم. طب ما هو يتحسنوا يعني قصدك او حاجة؟ هو مش تحسن. اصل اللي بيخطئ خطأ، يعني مثلا لو واحد ادمن، هو ادمن نتيجه انه مر بظروف معينه او كان عنده احتياج معين بيعمل له نامينج، بيسكته. طب حصل ده وابتدى يبقى حياته بقى كويسه وطبيعيه، يفضل المجتمع موقفه عند الخطأ. طب ما هو يتحرك ازاي حتى يا جماعه؟ ما ينفعش يتحرك. خلاص كده انتوا حطيتوه في انت صندوق. حطيت في الصندوق ده. انت مدمن، انت انت فاشل، بتاع انت اي حاجه ده وعايزين نحط ده عليك. ده راجل مرتشي. مم. ما هنعرفش هو ارتشى ليه، ملناش دعوه. طب هل الفعل صح؟ لا طبعا الفعل غلط، بس الفعل غلط مش الانسان. الفعل غلط. فلما الانسان يسيب الغلط ويعترف بيه ويبين ضعفه، انا ضعفت وتصرفت غلط، انا ضعفت وكذبت. لما اقولها انا ضعفت وخنت، انا ضعفت وسرقت، انا ضعفت وادمنت، انا ضعفت and whatever. مم. هي مش غلطة الناس. يعني مش عشان اصل مراتي مش بتعملي مش عارفة ايه فانا ضعفت وخنتها. اصل مش عارفة انا مكان، اصل انا دخلي مش كافي فانا ضعفت وسرقت. لا، هنا انت كده بتحاول تلاقي نفسك مبرر، انت مش بتاخد responsibility لافعالك، مم. فانت عمرك ما هتعرف تعدي. بتعلق الشماعه على الظروف بقى. بالظبط. اسهل. شمعت اسهل بكتير انك تقول ان انا مم. غلطان. لا طبعا اسهل. الواحد يقف قدام نفسه يقول على فكرة انا كذبت، دي يعني قوه. قوة جدا دي جدا. قوه. انت ما قلتش الحقيقة، ما قلتش. قليل قوي من الناس اللي هتعمل كده لمخاوف مفهومة. صح. الرياكشن بقى والناس بالظبط. هيتعاملوا هنلاقي معايا بقى ازاي؟ هنا ان في مفهوم بقى مهم جدا، اللي هو وهي الرحمة. الرحمه. الرحمة. الرحمة في كل شيء، الرحمة في التعامل، الرحمة في التفكير، الرحمة في اختلاق العذر والذنب والشيء للبني آدم. هو مش كلنا ليه واقفين بنسن السكاكين لبعض؟ لو كل بني آدم رحم اللي قدامه، فهمه وسمعه، هنلاقي إن الدنيا بقت أسهل بكثير. مفهوم الرحمة، التقبل.
من اول الحاجات اللي بتحصل جوه الثيرابي روم او في جلسات العلاج النفسي، يعني ان الشخص اللي داخل مهما كان داخل بايه انه يشعر انه مقبول، حتى لو كان بيقول لك كارثه، انه يحس انه مفيش judgment، مم. انه يحس انك عندك empathy، عندك رحمه. بس once البني ادم بيحس بكده بيطلع كل اللي عنده، بقى سيف، يبقى سيف. بقى سيف. شكرا جدا العفو على الحوار على ايه. الجميل ده. ثانك يو. انا حسيت ان انا سيف. هو انا اسمي طارق بس يعني سيف زي يعني امان. حسيت بامان وحسيت باللي انت بتقوليه يعني. لا هو احنا في حتة تانية خالص، وكل واحد بيكبت اللي جواه وما بيطلعش المشاعر، وساعات المشاعر دي بتصب في حتة تانية، بتنور في حتة تانية، بتبتدي تخلي الواحد يحس انه هو فعلا مخنوق. يعني لما انت قلتي الباكت ده اللي احنا بنحط فيه، لا حط ورايا، حط ورايا، حط ورايا، في الاخر فوت فوت يا عم، كبر دماغك. بالظبط. خلاص بقى انت لسه هنتكلم بقى خلاص. بس كويس قوي ان انت قلت لنا برضه على طريقه نتكلم بيها، وان ازاي الواحد يتكلم على مشاعره، لان دي الحقيقه اللي هو بالظبط. حاسس بيها، مش الحدث، مش الحدث. مشاعر. شكرا جدا على الحدث الحقيقه الجميله دي. Thank you very ونورتينا much. نورتينا يا نورك. مان. ميرسي شكرا. ميرسي.